اليوم انت كلاعب منتخب وطني وعاصرت المنتخب الوطني ولعبت في 2007. اليوم شلون تشوف حظوظ المنتخب الوطني؟ يعني حظوظ منتخبنا الوطني، اعتقد المنتخب حاليا بالصوره الصحيحه. يعني تعرف احنا حاليا مصدرين مجموعه 15 نقطه، كل مباراه بالعلامه الكامله. الفريق المنتخب يعني الفريق بصوره عامه بصوره صحيحه يخطو خطوات ايجابيه، اللي نتمناه انه يستمر على هذا الشيء، نتمناه انه يستمر على هذا التألق. الجاي اصعب، اعتقد الجاي اصعب. يعني هاي المهمه الاولى اعتقد احنا يعني تجاوزناها، بس هي مهمه ما كانت صعبه. اعتقد المحك الرئيسي راح يكون للمنتخب التصفيات الثانيه. هو الشيء مو سهل طبعا، تصفيات كاس العالم مو سهله، رغم حتى لا يقول يعني ضد انه يقولون الثمان فرق ممكن انه تتاهل او 9 فرق، لا نفس الشيء، لان اكو منتخبات اتطورت، اكو منتخبات تريد تتاهل، اكو منتخبات عندها طموح تتاهل، نفس ما احنا عندنا هذا الطموح، كذلك المنتخبات العربيه القريبه علينا عندها هذا الطموح. يجب علينا ان نحسب الموضوع بالبدايه المرحله الثانيه. نحتاج انه نتطور من مستوى اداء الفريق، مستوى اداء الفريق مدى يكون بقيمه منتخب العراق. لاعبين عندهم افضل مني يقدموا، لا شك احنا الاحتكاك اللي صار مع منتخبات لا شك هي متطوره، بس احنا كعراق عندنا رؤيه لمنتخبنا اكبر، عندنا لاعبين يلعبون باوروبا، عندنا لاعبين يمتازون، عندنا لاعبين جيدين. يجب ان نشوف المنتخب بالصوره الافضل، يجب ان نشوف اللاعبين بالمستوى الافضل. هذا المستوى ما نصعد منتخبنا، ما نصعد كاس العالم على هذا المستوى. نحتاج من لاعبينا او نحتاج من الكادر التدريبي يظهر من مستوى اللاعبين المنتخب العراقي، ونظهر من مستوى ننافس المنتخبات الكبار. اذا بقينا على هذا المستوى وعلى هذا الرتم اللي ظهرنا به، صح احنا مصدرين، بس طموح المنتخب وطموح الشعب العراقي وطموح الرياضه العراقيه بعد التطور الكبير اللي حصل بالبلد خلال هاي السنه وسنتين من رياضه ومن تطور ومن جميع الاشياء الايجابيه، يجب على المنتخب ان يطلع ايضا بالمستوى الفني بالتصفيات وبالمواجهات مع المنتخبات الكبار. يعني اعتقد هذا الشيء يعني احنا ما نتجاوز منه، ماذا نطلع منه. يعني بالاخر هو المدرب يعني صار عنده رؤيه كامله على جميع اللاعبين، هو المدرب عارف جميع اللاعبين، عارف صغيره والكبيره باللاعبين، خياراته هو المسؤول عليها. وصلنا احنا كرياضيين الى قناعه ما حدا يتدخل بهذا المدرب، المدرب دا يتعامل باللي هو مقتنع به، وهذا الشيء ايجابي وهذا الشيء احنا فرحانين به. يجب ان نطلع من هذا الشيء، يجب ان تكون حريه للمدرب، يجب ان تكون حريه لاختيار الكادر التدريبي المدرب. احنا على كل دعوه نعلق، وعلى كل دعوه انه نسيء، وعلى كل دعوه لازم نعطي راي احنا كاعلاميين وكلاعبين. هذا الشيء طبعا سلبي مو ايجابي. وثاني شيء انه انت تشوف التعليق كله دا يكون من اعلاميين، ودا يكونون من شخصيات هم مو رياضيين، يعني شخصيات اعلاميه، شخصيات هم مو لاعبين كره القدم. هذا الشيء غلط يعني. لا، لما دا يكون من مدربين، ما دا يكون من لاعبين سابقين، ما دا يكون من معنيين فنيين، فدا يكون اكثر شيء من اعلاميين. هذا الشيء مو صحيح. وصلنا على قناعه المدرب هو الخيار الوحيد له، يجب ان ياخذ مساحته، يجب ان ياخذ حريه، يجب ان ياخذ قناعته باي لاعب وهو يشوفه، لان هو صار متورج على كل اللاعبين. خلص انه احنا علينا ان ندعم المنتخب وندعم المدرب، ونتمنى له انه يكون افضل، ونطالبه للافضل، لان احنا انه نستحق ان نكون افضل.